هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي ذات أرينا حيثما كنتم وحيثما سلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 19 من يونيو. نستهل برنامجنا معكم كما عودناكم دوما بنشرة للأخبار، يلي ذلك برنامجا خاصا أيضا حول مناسبة ذكرى الشهداء والتي نحتفل بها في 20 من يونيو من كل عام. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الإريتريون في الداخل والمهجر يحتفلون بذكرى يوم الشهداء. إريتريا تطلب مساعدات من الاتحاد الأوروبي لمكافحة وباء كورونا. محكمة فرنسية تصدر حكما بالسجن والغرامة على عم الرئيس السوري بشار الأسد. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. جريا على العادة، يحتفل الإريتريون في الداخل والمهجر يوم غد 20 من يونيو بالذكرى السنوية ليوم الشهداء، ويأتي الاحتفال هذا العام في ظرف استثنائي بسبب الظروف والقيود الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد. ويتم الاحتفال بهذا اليوم التاريخي لإحياء ذكرى كل شهيد وشهيدة سقطوا من أجل إريتريا، ولتأكيد أمانة الشهداء في أن تكون إريتريا كما حلموا بها واستشهدوا من أجلها. وتم تخصيص هذا اليوم تحديدا أي 20 من يونيو لأنه اليوم الذي استطاع فيه الشعب الإريتري كسر حملة العدو لثبي السادسة، والتي سقط فيها المئات من أبناء وبنات الشعب الإريتري وهم يدافعون عن بلادهم. وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب الإريتريين جميعا، نقدم لكم برنامجا خاصا عقب نشرتنا الإخبارية. كشف عضو مفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي البرلماني لوتار ياشكي عن طلب إريتريا لمساعدات من الاتحاد الأوروبي بغرض مكافحة وباء كورونا في البلاد. وقال النائب ياشكي لموقع يوروب أوبزيرفر بأن إريتريا، وكسرا لادعاءاتها التاريخية حول الاعتماد على الذات ورفض المساعدات الأجنبية، طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدات لمكافحة وباء كورونا في البلاد. وجاءت تصريحات النائب الأوروبي للموقع في 16 من الشهر الجاري في تعليق على علاقات إريتريا بالاتحاد الأوروبي. الجدير بالذكر بأن الاتحاد الأوروبي يتعرض لانتقادات كبيرة بسبب علاقاته مع إريتريا في خضم انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وكان ناشطون حقوقيون قد رفعوا دعوة قضائية ضد الاتحاد بتهمة تمويل مشروع الطريق الرابط بين إريتريا وإثيوبيا، والذي تنفذه إريتريا بنظام الصخرة، حيث يجبر العشرات من الفتيان والفتيات على العمل في المشروع بحجة التنمية الوطنية ودون عوائد مادية مقابل للعمل، ما يدرجه في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في القضية في شهر أغسطس المقبل. أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد بعد إدانته بتهم غسيل أموال. وقررت المحكمة كذلك مصادرة أحد العقارات التي يملكها في العاصمة البريطانية والتي تبلغ قيمتها 29 مليون يورو. وقال محامي رفعت الأسد أنه سوف يطعن في الحكم لصالح موكله. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها على رفعت الأسد غيابيا بعد تخلفه عن الحضور أمام المحكمة بسبب المرض وبقائه في منزله. وتمت محاكمة شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، والذي يعيش متنقلا بين فرنسا وبريطانيا منذ فترة طويلة بتهم تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس وغسل الأموال في الفترة ما بين 1984 حتى عام 2016. من ناحية أخرى، تجري فرنسا منذ عام 2014 تحقيقات بشأن المسؤول الرفيع في النظام السوري سابقا والملقب بجزار حما للاشتباك بأنه قاد القوات السورية التي أخمدت انتفاضة المدينة الواقعة وسط سوريا عام 1982 مما أدى لمقتل الآلاف. وسعى النائب العام الفرنسي المتخصص في القضايا المالية للحكم بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد في قضية الإثراء غير المشروع
وتغريمه 10 ملايين يورو كما دعت لمصادرة جميع أملاكه، وبدوره ينفي رفعت الأسد الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه. بهذا الخبر من باريس مستمعي ومستمعاتي الأكارم، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. الإريتريون في الداخل والمهجر يحتفلون بذكرى يوم الشهداء. إريتريا تطلب مساعدات من الاتحاد الأوروبي لمكافحة وباء كورونا. وأخيرا محكمة فرنسية تصدر حكما بالسجن والغرامة على عم الرئيس السوري بشار الأسد. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة نرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إيرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الخاص والذي نقدمه بمناسبة ذكرى يوم الشهداء، ونستعرض فيه أمانة الشهداء التي خانها النظام وزمرته التي تناقض الأحلام التي دفع الشهداء الأماجد حياتهم من أجلها. متابعة طيبة. هذه إذاعة إيرينا. يصادف يوم غد السبت 20 من يونيو ذكرى يوم الشهداء، وهو اليوم الذي يحتفل فيه الإريتريين في الداخل والمهجر بالتضحيات الجسيمة التي دفعها بنات وأبناء شعبنا العظيم حتى تنعم الأجيال الجديدة بالحرية والكرامة التي حرموا منها بسبب الاستعمار المتعاقب للبلاد. بدأ الاحتفال بذكرى يوم الشهداء بعد تحرير البلاد في 24 من مايو من عام 1991، وتم تخصيص هذا اليوم تحديدا لأنه تصادف مع قيام الجيش الشعبي لتحرير إريتريا بعزم جنوده ومجنداته بتحطيم الحملة السادسة لجيش سفاح إثيوبيا الدموي منجستو هايلي مريم. ففي ذلك اليوم انتهت الحملة السادسة وانتهت معها أحلام إثيوبيا في تحطيم الثورة الإريترية، وانتهت الحملة بعدما دفع الألوف من بنات وأبناء الشعب الإريتري حياتهم ثمنا للدفاع عن مكتسبات الثورة. كان ذلك في 20 من يونيو، ولذلك تم تخليد هذا اليوم ليكون علامة واحتفالا بيوم الشهيد في إريتريا. وهذا اليوم لا يخلد ذكرى الذين فقدوا أرواحهم الطاهرة في الحرب ضد العدو الإثيوبي، بل ما قبله في فترة الاستعمار الإيطالي والبريطاني، وللأسف يشمل الذين يفقدون حياتهم اليوم بالعشرات تحت حكم يدعي الوطنية. ولكن للأسف أبناء وبنات إريتريا لا زالوا يدفعون حياتهم في الزنازين وفي هجرات قاتلة. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. لا يخلو بيت أو أسرة في إريتريا من ذكرى شهيدة أو شهيد أو قريب دفع حياته ثمنا لرؤية إريتريا مثالا للحرية والأمن والاستقرار الذي فقدناه مع كل استعمار واحتلال. وكان حلم كل شاب وشابة وأم وأب أن ينعم الجيل الجديد في أمان وحرية وكرامة في وطن لا تهان فيه كرامة الإنسان وتداس حقوقه، ويصبح فيه خائفا يترقب الأمن والجواسيس والعسس والمخبرين، وأن لا يختطف من منزله بليل ولا يعلم عنه أحباه عما إذا كان على قيد الحياة أو مات. هذا للأسف ما يجري في إريتريا اليوم. زنازين مكتظة بالشرفاء من أبناء وبنات البلاد، سجناء لا يرون النور ولا يعرفون ما هي التهم التي يسجنون بسببها، حيث لم يروا قاضيا ولم يكلفوا محاميا. إنما يعيش الإريتريون في البلاد لم يمر عليهم في أي عهد استعماري، حتى عهد الاستعمار الإثيوبي البغيض تحت حكم هايلي سلاسي وبعدهم منجستو هايلي مريم. لم يكن الإريتريون يسجنون بدون محاكمات ويخفون حتى لا تعلم عنهم أسرهم شيئا، ولكن هذا يحدث اليوم على مرأى ومسمع من العالم في انتهاكات سوداء ومتعاقبة لحقوق الإنسان في إريتريا. اليوم لو عاد شهيد أو شهيدة إلى الحياة ليرى ما آل إليه الأمل المنشود في الوطن المحرر، لمات كل شهيد كمدا وحسرة على العمر الذي تبدد في تحقيق حلم وطأته أقدام الطغاة كزهرة بريئة.
إن ما يحدث في إريتريا اليوم يخالف أمانة الشهداء التي دفعوا ثمنها دما طاهرا، حيث استشهدوا وهم يحلمون بالمدارس وبالشموس الذهبية تدخل من النوافذ، ويحلمون بالسماء الزرقاء والبحار، ويحلمون بأن أطفالهم وأحبابهم سوف ينعمون بخيرات البلاد التي يسافرون فيها طولا وعرضا. أما اليوم أبناء الشهداء لا يستطيعون السفر داخل بلادهم ولا خارجها، ويحلمون فقط بمغادرتها لاجئين في الشتات والغربة، ويكابدون ما كابده آباءهم وأقربائهم من قبل في الملاجئ والمنافي. تاريخ حزين وأسود يعيد نفسه بسوداوية غريبة. هذا ما لم يحلم به أي شهيد أو شهيدة، وأن ما نراه في إريتريا هو خيانة عنيدة وفاجرة لأمانة الشهداء، وأن بناء إريتريا حرة من الاستبداد يحتاج أيضا للمزيد من الشهداء. المجد والخلود لشهدائنا الأماجد. هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرنا الدولية في باريس نلتقيكم سادتي في برنامج خاص عن الشهداء 20 من يونيو. مرحبا بكم سادتي في هذا البرنامج الخاص من إرنا الدولية. هذه إذاعة إرنا. قبل سنين عديدة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، كل واحد فينا قال ما قال في أمانات الشهداء ووفائهم وعظمتهم. كل عبر عن أحاسيسه ومشاعره في أرض الشهداء إريتريا، وكذلك تحدث المتحدثون وغنى المغنون وكتب الشعراء والصحفيون مهروا الصحف وغيرها. النفوس كلها ممتلئة بأمانات الشهداء، لكن الواقع يعلمه الجميع. وبهذه المناسبة العزيزة على نفوس كل الناس وكل الإريتريين، في يوم إحياء ذكرى الشهداء 20 من يونيو، على الرغم من أن شهداء المسيرة يسقطون كل يوم منذ سنين، ودون الدخول في تفاصيل لماذا تم اختيار 20 من يونيو كيوم للشهداء، ولكن تظل تلك الشعلة النيرة لأولئك الشهداء الذين فدوا وطنهم وشعبهم بأغلى ما يملكون، وهي الروح والنفس. قدموها ثمنا غاليا للحرية والعزة والكرامة المسروقة. قبل سنوات أعزائي المستمعين، وتحديدا في 1992 كتبت هذه القصيدة التي سأقرأ عليكم بعضا من أبياتها. وبعد سنين عديدة، أي بعد 10 أعوام تقريبا، تم تلحين القصيدة مع الزملاء الأعزاء من فرقة عشاق الوطن، وقدمتها في مقابر الشهداء في 20 من يونيو، في يوم الشهداء. في مثل هذه الأيام قدمتها في مقابر الشهداء بالعاصمة أسمرة وسط الحضور، وشاهدت الأمهات والأطفال والنساء وهن يذرفن الدموع، على الرغم من أنها كانت باللغة العربية الفصحى، ولكن وفقنا في أن نضع لها ألحان، وكان العزف مع كوكبة ماهرة من العزاف والفنانين المبدعين، فلقيت ما لقيت من الإحسان والاستحسان والقبول، وكانت الرسالة واضحة. ومن كلماتها: اليوم أبعث للشهيد رسالة عجلة وأرجو أن تنال مرامي، مبدوءة باسم الشهيد وأخته، مختومة بالمجد والإعظام، تاريخها منذ القديم مسطر، لا ترتجي للشرح والإفهام، ومكانها هذه البلاد، بأسرها خير البلاد،
وملتقى الأقوام. يا أيها البطل المبجل بيننا، أهدي إليك تحيتي وسلامي. يا من تخذت الهول خلا دائما، وشددت أزرك طيلة الأعوام، حتى رأينا القطر سالف عهده، لله درك يا فتى الإلهام. كانت قصيدة طويلة جدا جدا، ولكن هذا المقطع الذي تم إجراء لحن، يعني له الحمد والشكر، كان لحنا موفق، وبالتالي لا تزال أمانة الشهداء في أعناقنا جميعا أينما كنا في الداخل والخارج، ولن تغرنا ولن تأخذ من أرواحنا هذه الضبابية الموجودة على الأفق. ستظل أمانة الشهداء ماثلة، كثير من الاستفهامات ماثلة أمامنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الآن سيداتي سادتي، أقدم لكم مما رصدته في مكتبة الشهداء. تخيرت عدد من المقالات وعدد من القصائد وعدد من الكلمات والشعارات والكلمات التي تمجد الشهداء وقيم الشهداء. في قصيدة الشهيد قال الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود، الذي ولد في بلدة عنبتة واستشهد في معركة الشجرة، لقب فيما بعد بالشاعر الفلسطيني الشهيد. تميز شعر الأستاذ الشاعر المناضل عبد الرحيم محمود، تميز بنظرة رؤيوية لمستقبل فلسطين الأليم الذي تحقق بعد استشهاده. وهذه من القصائد التي قرأناها ونحن في المرحلة الابتدائية تقريبا. يقول الشاعر الفلسطيني: سأحمل روحي على راحتي، وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا، ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى، وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. إذا قلت أصغى لي العالمون، ودوى مقالي بين الورى، لعمرك إني أرى مصرعي، ولكن أغذ إليه الخطى، أرى مصرعي دون حق السليب، ودون بلادي هو المبتغى. يلذ لأذني سماع الصليل، ويبهج نفسي مسيل الدماء، وجسمي تجندل فوق الهضاب، تناوشه جارحات الفلا، فمنه نصيب لأسد السماء، ومنه نصيب لأسد الثرى، كسى دمه الأرض بالأرجوان، وأثقل بالعطر ريح الصبا، وعفر منه بهي الجبين، ولكن عفارا يزيد البهى، وبان على شفتيه ابتسام، معانيه هزء بهذه الدنا، ونام ليحلم حلم الخلود، ويهنأ فيه بأحلى الرؤى. لعمرك هذا ممات الرجال، ومن رام موتا شريفا فدا، فكيف اصطباري لكيد الحقود، وكيف احتمالي لسوم الأذى، أخوفا وعندي تهون الحياة، وذلا وإني لرب الإبا، بقلبي سأرمي وجوه العدا، فقلبي حديد وناري لظى، وأحمي حياضي بحد الحسام، فيعلم قومي بأني الفتى. والله قصيدة رائعة جميلة تعبر عن مقاومة حقيقية وقيم الشهادة والاستشهاد. وأيضا يشرفني سادتي أن أقرأ عليكم قصيدة يوم الشهيد للشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري،
وهو من أهم شعراء العصر الحديث. ولد في النجف الأشرف. من دواوينه بين الشعور والعاطفة وديوان الجواهري، وإحدى قصائده كانت عن يوم الشهيد، وهي أبيات مختارة من القصيدة. يقول الجواهري: يوم الشهيد تحية وسلام، بك والنضال تؤرخ الأعوام، بك والضحايا الغر يزهو شامخا علم الحساب وتفخر الأرقام، بك والذي ضم الثرى من طيبهم تتعطر الأرضون والأيام، بك يبعث الجيل المحتم بعثه، وبك القيامة للطغاة تقام، وبك العتاة سيحشرون وجوههم سود وحشو أنوفهم إرغام، صفا إلى صف طغاما لم تذق ما يجرعون من الهوان طغام، ويحاصرون فلا وراء يحتوي ذنبا ولا شرطا يجوز إمام، وسيسألون من الذين تسخروا هذه الجموع كأنها أنعام، ومن استبيح على يديهم حقها هدرا وديست حرمة وذمام. قصيدة رائعة كروعة صاحبها وقوته وشكيمته وجذالة شعره الجواهري. وفي قصيدة أخرى للشاعر السوري بيان الصفدي، يمتلك هذا الشاعر إجازة في اللغة العربية ودبلوم في الإدارة، وهو أحد المساهمين في كلمات أغاني مسلسل مشهور. يقول: الشهداء اليوم جاءوني فهم أصحابي، شقوا برود الليل، طوفوا بكوا تأملوني جيدا، ولم يقولوا كلمة واحدة، شدوا على يدي ثم غادروا، وتركوا جراحهم على السرير والحائط والكرسي والكتاب، أصواتهم أجراس قبة من الدم، تقرع في فمي لقد مضوا، وبابي مشرع ومنه يأتي صوت خطوة تنأى وصوت الريح والكلاب. هذه إذاعة إرنا. وأختتم حديثي هذا أعزائي المستمعين قول الشاعر المتنبي، يقول: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. وإن كان قالها المتنبي رحمه الله في موقف آخر وفي مدح آخر، لكنني أتمثل روح هؤلاء الشهداء وكأنهم يتمثلون هذا البيت أو أسمى منه. نعم، وقفوا، ويعز علينا أو يشرفنا أن نقول: وقفت أيها الشهيد وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. شكرا لكم أعزائي المستمعين. كان معكم في هذا البرنامج الخاص محدثكم أحمد شريف من إرنا الدولية في باريس. السلام عليكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. على المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. الإريتريون في الداخل والمهجر يحتفلون بذكرى يوم الشهداء. جريا على العادة يحتفل الإريتريين في الداخل والمهجر يوم غد 20 من يونيو بالذكرى السنوية ليوم الشهداء، ويأتي الاحتفال هذا العام في ظرف استثنائي بسبب الظروف والقيود الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد. إريتريا تطلب مساعدات من الاتحاد الأوروبي لمكافحة وباء كورونا. كشف عضو مفوضية الشؤون الأوروبية للاتحاد الأوروبي البرلماني لوتار ياشكي
عن طلب إريتريا لمساعدات من الاتحاد الأوروبي بغرض مكافحة وباء كورونا في البلاد. وقال النائب الأوروبي يشكي لموقع يوروب أوبزيرفر بأن إريتريا وكسرا لادعاءاتها التاريخية حول الاعتماد على الذات ورفض المساعدات الأجنبية طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدات لمكافحة وباء كورونا في البلاد. وجاءت تصريحات النائب الأوروبي للموقع في 16 من الشهر الجاري في تعليق على علاقات إريتريا بالاتحاد الأوروبي. أخيرا، محكمة فرنسية تصدر حكما بالسجن والغرامة على عم الرئيس السوري بشار الأسد. أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد بعد إدانته بتهم غسيل أموال. وقررت المحكمة كذلك مصادرة أحد العقارات التي يملكها في العاصمة البريطانية والتي تبلغ قيمتها 29 مليون يورو. وقال محامي رفعت الأسد أنه سوف يطعن في الحكم لصالح موكله. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها على رفعت الأسد غيابيا بعد تخلفه من الحضور أمام المحكمة بسبب المرض وبقائه في منزله. وتمت محاكمة شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والذي يعيش في فرنسا منذ فترة طويلة بتهم تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس وغسل الأموال في الفترة ما بين 1984 حتى عام 2016. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقات أخرى من برامج إذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان وزملائي في الاستوديوهات الرئيسية لإذاعتنا في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.